بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الجلاش الحلو، بس هنسقيه بلبن مش بشربات. طريقة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. نكمل بقى الجزء الأول من قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وقفنا عند ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما دخل يثرب او المدينة، اول حاجة قام بيها ان هو بنى المسجد. تاني حاجة اخى بين المهاجرين والانصار عشان ما يبقاش بينهم غل او حقد، لان الانصار كانوا قاعدين في ديارهم ومعاهم فلوسهم، والمهاجرين هاجروا وسابوا وراهم بيوتهم وفلوسهم وكل حاجة، فروا من قريش، فروا بدينهم. تالت حاجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام بيها إن هو عمل دستور أو معاهدة بينه وبين اليهود، وسماه بصحيفة المدينة أو دستور المدينة، لأن اليهود كانوا أخطر على المسلمين من خارج، يعني من الناس اللي هيبقوا جايين من بره المدينة. كتب في الدستور ده عدة شروط، أولها إن اليهود ليهم دينهم يعبدوه ولهم دار عبادتهم يتعبدوا فيها، وفلوسهم أو أموالهم هم ليهم حرية التصرف فيها، يعني سيدنا محمد مش هياخد منهم حاجة أو يسحب منهم أي حاجة من الحاجات دي أو يسلبهم حقوقهم، بشرط إن هم يحموا يثرب أو المدينة مع المسلمين ضد أي عدوان هيجي من بره. اليهود ليهم حق العبادة بتاعتهم، وللمسلمين لهم حق العبادة بتاعتهم. من خرج من المدينة فهو آمن، ومن دخل المدينة فهو آمن. فكده أمن الرسول عليه الصلاة والسلام شر اليهود، أو أمن مكرهم وغدرهم. وهكمل معاكم بقى في الفيديو اللي جاي. هنقول بسم الله. أنا هنا عندي جلاش، بيفضل إن الجلاش بتكوني لسه جايباه طازة عشان تعرفي تتحكمي فيه كويس. وعندي الصينية بتاعتي، أنا جبت لفتين، قلت عشان لو احتجت أكتر من لفة في الصينية تبقى موجودة اللفة التانية. هفتحها بقى كده بسم الله. عندي سمنة، طبعا لو حابة تحطي فيها اي حشو حطي فيها، بس احنا بنحب الجلاش ساده عموما. زي ما انتم شايفين كده الجلاش ورقه طري معايا ومش متقطع لان كنت لسه جايباه طازه. هدهن بقى الصينيه دهنه سمنه حلوه كده، لان انا مش هحط بين الرقات، فحطي في الصينيه من تحت سمنه كتير. احنا هنحط تحت وعلى وش الصينيه بس، مش هنحط سمنه في اي حاجه تاني. هدهن الصينيه كويس كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اخد ورقتين 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 مع بعض. حتى لو لقيتي ورقه متقطعه مش مشكله، خليها هتحطيها جوه الورقه السليمه، وهتبقى طريقه سهله جدا وهتخلص معاكي على طول. بتنيها كده زي ما انتم شايفين بقى، طريقه سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش معاكي كمان وقت خالص. بتكوني في الاثناء دي مشغله فرنك طبعا على درجه حراره 180. بتحطي الصينيه على الشبكه، على الرف اللي في النص اللي هي الشبكه، ما تقربهاش من فوق ولا من تحت عشان وشها او ظهرها من تحت يعني ما يتحرقش منك. زي ما انتم شايفين شكلها كده، وهبتدي ارصها بقى في الصينيه. تبقى دي عايزه صينيه مستطيله، حتى لو ورقه جوه ورقه، انا حاطه دي واحده سليمه جوه واحده مقطوعه. ما تقربهمش من بعض قوي وتضغطي عليهم قوي عشان ما يبقاش الجلاش منك مكتوم، يبقى حلو ومورق. هعمل معاكم كمان واحده كده اوريها لكم، طريقه سهله جدا وبسيطه. بدل بقى ما بنقعد نحط ورقه ورقه ونحط سمنه بين رقات الرقاق الجلاش وكده، دي طريقه سهله وهتخلص معاكي على طول. كده بعد ما خلصتها بقى احط على وشها بقى سمنه، احاول اخلي وشها كله يبقى ادهنه بالسمن، يعني عشان اللي مش هيبقى عليه سمنه هيبقى طعمه زي دقيق كده وهتنشف منك مش تبقى حلوه. دهنته كده من الجناب ومن على الوش كله زي ما انتم شايفين. هي خدت حوالي 4 أو 5 معالق سمنه، ما خدتش سمنه كتير برضو. اهم حاجه ان انت تبقي مخليها كلها مش شربه بالسمن كده زي ما انتم شايفين. هحطها بقى في الفرن زي ما قلت لكم، درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. هتاخد معاكي حوالي من تلت ساعة ل25 دقيقة، مش أكتر من كده. على ما تستوي بقى أنا عندي هنا نص كيلو لبن. لو حابة تزودي في اللبن، كل ما بتزودي في اللبن برضو بتبقى حلوة، بس نص كيلو برضو معقول. عليه كوباية سكر، وعليه شوية فانيليا ده كده يعني بمقدار كيسين فانيليا. دي فانيليا خام فبحط كمية قليلة منها. هدوب السكر بقى والفانيليا كويس. طريقة سهلة وبسيطة جدا.
والسكر ده برضو اختياري، كل واحد بيحب يحط السكر بالمقدار اللي هو عايزه. ممكن تقللي في السكر تزودي في السكر زي ما انت عايزة يعني. انا كده طلعت الصينية من الفرن. الجلاش عندي سخن واللبن عندي بدرجة حرارة المطبخ مش من التلاجة يعني ساقع. وهنزل بقى بسم الله كده باللبن، اخلي الجلاش يشرب كله من اللبن بتاعي. وهحرك الصينية بقى عشان اتأكد ان اللبن وصل لكل الحروف بتاع الصينية بتاعتي. طبعا دي اسرع صينية جلاش ممكن تعمليها. وهسيبها تبرد شوية وهبتدي اقطعها بسم الله. مش محتاجة طبعا تتقطع غير بالطول، هي كده كده بالعرض، احنا حاطين الورق جنب بعضه فهتلاقيها هتخرج معاكي يعني كل ورقتين تلاتة حسب ما انت عايزة برضو. هبتدي بقى اطلعها معاكم كده اوريها لكم. بسم الله. ده شكلها. بتحسي ان انت اكنك حشيها قشطة او حشيها مهلبية. اللبن مديها طراوة وطعم جميل جدا. زي ما قلت لكم، حابة تحشيها مكسرات او جوز الهند او اي حاجة، ده بقى وانت بتعمليها وهي نية تحشيها. وده شكل الطبق بتاعي. بتمنى ان شاء الله ان طريقتي تعجبكم وبألف هنا.